السلام عليكم، مرحبا بكم فيديو جديد. والفيديو ديالنا ان شاء الله اليوم غادي يكون حول غلاء الاسعار. هذا الغلاء اللي يقدر يسبب مشكل للدماغ المغربي. مثلا سيادنا الحبه الحمراء، هذه الحبه نعم سيادنا تقدر توقف لك الدم في العروق والاكسجين ما يدوزش للدماغ، وهذا الشيء اللي يقدر يسبب لك اكتئاب نعم سيدي. هذه نعم سيادنا من بعد ما كنا كنقطعوها وحنا فرحانين، نبكيو وحنا فرحانين. دابا تمشي تشريها وانت تبكي، تجيبها للدار تقطعها وانت تبكي ولكن ماشي فرحان. هذه نعم سيادنا محبوبة الجماهير اللي رجعت اليوم مكروهة الجماهير، دارت القرون وحتى واحد ما بقى يقد ليها. نعم سيادنا هذا الشيء كامل اللي كتشوفوه هنا يقدر يسبب لك اكتئاب وقلق مزمن، يقدر يأثر على المشاعر ديالك وتمشى وانت ما فرحانش. نعم على رقبتك. ماشي الفيديو ديال غلاء الاسعار كيفاش كيأثر الايمان عند الدم. والله لا غير يسمح لي المخرج. السلام عليكم، مرحبا بكم في قهوه مع بقاش. كلنا وحنا كنعيشوا هذه الحياه، اللي مره كنعيشوها واللي مره هي كتعيشنا. كنمروا بزاف ديال المراحل، وهاد التجارب تقدر تكون اما حلوه او مره. بعض المرات هاد التجارب ما كتمرش غير هكذا، ضروري ما تخلي فينا بعض الامارات. طبعا كاين اللي دغيا كيدوزها، ولكن كاين بعض الناس اللي كيدخلوا واحد النفق وصعيب يخرجوا منه، وهما حاصلين داخل اسوار سجن العقل، كيفكروا كيفاش يهربوا منه. وهنا طبعا كل واحد فينا كيفاش كيهرب. كاين اللي كيهرب للمخدرات، كاين النساء، كاين الخمر، وكاين اللي كيدخل اكتئاب ويطفى، وكاين فينا اللي مجرد يحس داك الاحساس مخه كيخليه يتوجه لواحد الطريق، وهاد الطريق هي طريق الله او الايمان. كلنا كمسلمين كنلاحظوا تاثير الايمان على السلوك البشري ديالنا، وهذا الشيء كنلاحظوه في رمضان. كل شيء كيتهدن، النفس تطمئن والدماغ كيرتاح. وهذا الشيء طبعا ماشي غير من التجربه ديالي، ولكن من تجربه بزاف ديال الناس. بزاف ديال الناس ساعدهم الايمان يتجاوزوا الازمات، وماشي غير المسلمين وانما عند بزاف ديال الديانات. دابا ندوزو للمعقول. كاين بزاف ديال الدراسات، وهاد الدراسات غربيه وبالضبط امريكيه، كتثبت وبالدليل تاثير الايمان على الدماغ والسلوك البشري ديالو، وكيفاش بزاف ديال الناس قدروا يتجاوزوا ازمات عمرو كانوا يتخيلوا يتجاوزوها، وانا واحد منهم. نخليكم مع الفيديو، وما تنساوش ديروا لايك وابوني وبارطاج مع الناس اللي عزاز عليكم، وعلى بركه الله. عام 1965 الدكتور والمعالج النفسي مالك بدري بقسم الطب النفسي والعصبي للمستشفى التعليمية لجامعة الرباط. هاد الدكتور عاود واحد القصة غريبة نوعا ما على واحد المريضة كانت كتعالج عنده. هاد المريضة كان عندها أعراض قلق واكتئاب. واحد النهار والدكتور مالك كيقرأ آيات من القرآن على واحد المريض، وصل الآيات ديال غفران الذنوب، وهي تجي داخلة ديك السيدة مجرد سمعت ديك الآيات طاحت في الأرض وبقات كتبكي. الدكتور شافها وقف، قالت له ما توقفش الدكتور، كمل. من كمل مع ذاك المريض مشى عند المريضه الاخرى وسولها، قالت له الدكتور مجرد سمعت دوك الايات الجسم ديالي فشل عليا، حسيت بالراحه ودابا راني مرتاحه. من ذاك النهار الدكتور مالك بدري فكر يمزج في العلاج ديال السيده ما بين القران وعلم النفس. مع الوقت السيده استقرت الحاله النفسيه ديالها ورجعت طوب. بسبب هذه الحاله ديال هذه السيده الدكتور الف واحد الكتاب وسماه مأزق علماء النفس المسلمين، كيتكلم فيه حول امكانيه الجمع بين علم النفس والدين في تطبيب الروح ديال الانسان. في واحد القصه اخرى، وهذه المره حول ملك الاجبان جيمس لويس كرافت. هذا السيد كما كنقولوا بالدارجه بدا حياته من الزيرو. واحد النهار كان عنده واحد صحابه دخل معاهم في واحد المشروع، ولكن صحابه للاسف كما كيقول قلبوه وداولو كل شيء وما بقى عنده والو، بقى عنده واحد العود فقط. السيد دخل حاله اكتئاب، سد الباب وطفى. جيمس لويس كرافت كيقول انه فاق واحد النهار مقاد وحس شي حاجه في قلبه كتقول له غادي تكون مزيان. ذاك النهار كيقول كرافت انه تقرب الله والايمان ديالو قوي، وهذاك المخ كما كيقول كرافت اللي كان كيجيب له فين ما كاينه شي حاجه كحله رجع يجيب له فقط
الافكار الايجابيه. خدا وعد على راسو انه التجاره اللي غادي يديرها غادي تكون تجاره مع الله. هذاك التقرب ديالو الله والايمان ديالو خلاه يقوى ويبدا تجاره جديده، واللي خلاته اليوم ملك الاجبان في العالم كرافت. وهذا راه ماشي اشاره الخوت، والله ما اشاره. دابا الاصدقاء والصديقات الاعزاء ندوزو للدراسات اللي كتثبت بالدليل ان الايمان كيأثر على الدماغ في واحد الدراسه امريكيه، وغادي نخلي لكم الرابط ديالها لتحت. هذه الدراسه هي بالانجليزيه، وحتى اللي ما كيتقنش الانجليزيه فقط ياخذ ديك الدراسه جوجل ترانسليت ترجموا الدراسه وها هما مستافدين معنا. هذه الدراسه اللي قام بها واحد الباحثين في جامعه إلينوي الامريكيه. سبحان الله، السكات نبغي نصور المولينيكس دق الماشينه الماء. سبحان الله. هاد الدراسات نشرات في مجله جورنال اوف ريليجن اند هيلث، اونجلي ماشي نقيه. هاد الدراسه قالت ان الناس اللي ايمانهم قوي الدماغ ديالهم كيقدر يواجه الازمات بطريقه مباشره، الدماغ ديالهم كيفكر بطريقه ايجابيه، كيستعمل واحد الطريقه كيستعملوها علماء النفس، وهاد الطريقه الاسم ديالها اعاده تقييم المعرفي، واللي كتعني ان الشخص اللي الايمان ديالو قوي ملي كيتعرض للازمه كيعاود تقييم الموقف بطريقه هادئه، الشيء اللي كيخفض من الاثر ديالو. هاد الدراسات دارت على 204 ديال الشباب، كان منهم 155 شابه اللي العمر ديالهم ما بين 18 و 39 سنه. هاد الشباب تلقاو دورات تكوينيه، وطبعا تعوضوا ب $10 على كل ساعه. سبحان الله، حتى في الدراسات ديالهم ما كاينش الفابور، ماشي بحالنا. الدراسه تثبتت ان 58% من هاد الناس اللي متشبتين بالمعتقدات الدينيه والروحيه ديالهم كيقدروا يواجهوا الازمات بكل سهوله، ودماغهم كيقدر يتكيف مع الضغط النفسي والعصبي، الشيء اللي كيقلل من القلق والاكتئاب، عكس الباقي اللي يدخلوا في اكتئابات حاده. الاكتئاب من مسببات الاكتئاب نعم سيادنا هادي، شحال هادي كنت كتمشي للسوق تشريها بثمن مناسب، اليوم الوالده ديالك غادي تمشي للسوق وتشريها بواحد الثمن غير مناسب، غادي توصلهم وتحسبهم وتحطهم، ولا زغبك الله وجاك الجوع بالليل كما ديما وكما قبل طبعا غادي تنوض وتمشي دير شويه مليحه وتاكلها. ولكن خاصك تعرف بانه غادي دير اكبر ازمه دبلوماسيه في الدار، وتقدر تعرض لعقوبات صارمه، وهذا الشيء نعم سيادنا كيؤدي الاكتئاب. هاد الدراسات دارت سنه 2009، وطبعا كما قلنا في الاول في امريكا. دراسه قالت ان 84% مرتبطين بمعتقدات دينيه. الدراسه قالت ان الناس اللي عندها ايمان قوي مثلا مثلها شي واحد عزيز عليها، الدماغ ديالهم كيبرمج راسو بطريقه كتخليه يتكيف مع الحد، نتيجه واحد الصفه كاينه عند الناس المؤمنه واللي كتسمى التكيف الديني، ماشي داك هذا الشيء اللي كيعطي له الامان والمخ ديالو كيبقى متوازن. واحد دراسه اخرى، وهاد الدراسه قام بها معهد ماساتشوستس بجامعه هارفارد الامريكي. محتوى الدراسه كيقول ان ممارسه الشعائر الدينيه والروحيه عنده اثار ايجابيه على النفس، وان الاداء ديال الصلوات اليوميه او حتى الاسبوعيه او حتى التامل كيحمي الانسان من القلق والاكتئاب. وهنا خص واحد الملاحظه ضروري نركزوا عليها، بزاف ديال الناس كيقولوا ان مريض الاكتئاب الدواء ديالو هو التقرب من الله. التقرب من الله فعلا كيساعد، ولكن مرض الاكتئاب هو مرض مرتبط بخلل في هرمونات الدماغ، والمريض هنا كيحتاج علاج نفسي وسلوكي، وطبعا الايمان يقدر يعاون. العلماء في هذه الدراسه قالوا ان الناس المؤمنه عندها معدلات نتاع رفاهيه مرتفعه، واللي ما كتكونش عند الناس غير المتدينه والناس الملحده، وخاصه في مواجهتهم للازمات اللي كيعيشوها. كلكم كتسولوا واش فعلا ممارسه الشعائر الدينيه عندها تاثير على الدماغ؟ مثلا الصلاه عندها تاثير على الدماغ؟ هنا كاين واحد العلم كيجاوبنا على هذا السؤال بالضبط. هذا العلم سميتو سيكونوغومونولوجي، اللي هو باللغه العربيه علم المناعه النفسيه العصبيه او مناعه الغدد الصماء النفسيه. في هذا الاطار العالم اندرو نويربير مدير معهد ماركوس للصحه التكامليه جامعه توماس جيفرسون بالولايات المتحده الامريكيه دار واحد الدراسه على المتدينين المصليين والروحانيين من اي بغض النظر على صحه الدين او المعتقد ديالو. الدراسات بينت ان الناس المؤمنه الدماغ ديالهم كيتاثر بالايمان ديالهم، الدماغ ديالهم
كيفرز هرمونات باش توازن الصحه النفسيه ديالك. هذا النموذج اندرو قال ان الصلاه كتنشط فعلا منطقه الناصيه، وهذا الشيء اللي كيساعد ان الناس المؤمنه تاخذ قرارات بكل سلام. وفي الصلاه تجيد على الدماغ كيعرف واحد العمليات كيميائيه معقده. زيد على ذلك اندرو قال ان الصلاه كتنشط المنطقه العلويه للدماغ، وهذا المكان هو المسؤول عن الوسواس او الصرع عند بزاف ديال الناس. الخوت الطرح غادي يسخن. هنا غادي نطرحوا واحد السؤال وجودي. هذا السؤال هو: واش الله كاين؟